5 أشخاص اتقتلوا وتكسير وأعمال عنف في الشارع ومظاهرات وغضب كبير جدا بين الناس، وكل ده على شركة بيبسي، مع إن قبل ساعات بس كانت الناس قاعدة في الشارع بتحتفل بالشركة دي وفرحانة وبتهيص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش كل شركة تجارية هي فعلا شركة تجارية وبس. وهنا في القناة في فيديو تاني عن شركة بيبسي وازاي امتلكت اقوى ترسانة بحرية وبقت سادس قوة بحرية في العالم. شركة تجارية تمتلك سلاح بحري ليه؟ هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف وهنا في علامة الاي وفي اخر الفيديو، عشان بجد ده فيديو يستحق انكم تشوفوه وتشوفوا ان رجال الاعمال والشركات لها وجوه كتيرة مش مجرد تجارة وبس. وتعالوا بقى نشوف فضيحة بيبسي التانية. في فبراير سنة 1992 اعلنت شركة بيبسيكو الفلبين انها هتطبع ارقام بتبدأ من 1 لحد 999 جوه اغطية زجاجات بيبسي وسيفن اب وماونتن ديو ومريندا، وهيتم استبدال ارقام معينة بجوائز. طب وبعدين حصل ايه؟ ثواني بس للمقدمة وهقولك. اهلا بيكم، انا نور عجلان وانتوا دلوقتي في بنك العلم. اتمنى لو استفدتوا اي معلومة من الفيديو ده تدعموني بلايك وكومنت، ما تنسوش تشتركوا في البنك عشان رصيدنا العلمي يزيد. شركة بيبسيكو حققت نجاح كبير جدا في الأول وزادت حصة بيبسي في السوق من 4% ل 25%، وكان بيتم الإعلان عن الأرقام الفايزة على شاشات التلفزيون كل ليلة. وفي 25 مايو أعلنت القناة الثانية الإخبارية في الفلبين أن رقم الجائزة الكبرى لليوم ده هو رقم 349 وقيمة الجائزة هتكون $40,000. وكانت شركة بيبسيكو مسيطرة جدا على أغطية الزجاجات اللي فيها الجوائز الكبرى، وتم إنتاج وتوزيع زجاجتين بس وأغطية فيها الرقم الفايز اللي هو 349 في اليوم ده، بالإضافة إلى رمز الأمان علشان التأكيد. شركة بيبسي عملت حملة ترويجية ضخمة جدا بتعتمد على الأغطية بتاعة الزجاجات بتاعتها، وقالت إن كل غطا فيه رقم، ووعدت الناس بجوائز قيمة للي هياخد الرقم 349. وفي دولة زي الفلبين عايشين تحت خط الفقر الناس اتجننت، والحملة دي خلت الناس تشتري بيبسي بشكل ملوش مثيل قبل كده ولا حصل قبل كده، وده أدى إلى عجز الموارد في شركة بيبسيكو نفسها ورفع أسعار شركة بيبسي جدا. وطبعا كده المكاسب بتاعتها زادت قوي، بس للأسف بقى لكل جواد كبوة. شركة بيبسيكو غلطت غلطة فظيعة في البرمجة وهي بتعمل الأغطية، طبعت بالغلط عدد كبير جدا من الأغطية بتاع الزجاجات بالرقم الفايز اللي هو 349 وحطوه على 800,000 غطا، وبكده بقى فيه 800,000 فايز. الحملة دي بقى عملت أعمال شغب واسعة جدا في الفلبين، لأن الناس بقت مهووسة إنها تدور على الأغطية الفايزة، وفي نفس الوقت ظهرت تقارير عن تزوير الأرقام الفايزة. أحداث الشغب والعنف دي نتج عنها موت 5 أشخاص، وتعرض الموظفين في شركة بيبسيكو للتهديد بالقتل. وكانت الناس لما تشوف عربية من عربيات بيبسي ماشية ومحملة بيهجموا عليها وياخدوها وياخدوا اللي فيها. وأعلنت القناة الثانية الإخبارية في الفلبين أن رقم الجائزة الكبرى اللي هو 349 اللي لقوه 2 بس، وخدوا الجوائز بتاعتهم وكل واحد خد $40,000. وقتها الناس في الفلبين اتجننت وكلهم جروا على شركة بيبسيكو يطالبوا بالجوائز بتاعتهم، لأن كلهم كان معاهم أغطية عليها الرقم 349. وشركة بيبسيكو ردت عليهم وقالت لهم إن الأغطية اللي على الزجاجات المطبوعة دي خطأ، لأن ما فيهاش رمز أمان التأكيد، وبالتالي مش هنصرف لكم جوائز ولا حاجة. والناس برضو كانت مجنونة ومحدش قبل بكلام شركة بيبسيكو. ساعتها عملوا اجتماع طارئ في شركة بيبسيكو الفلبين، الكلام ده كان الساعة 3 الفجر، والشركة عرضت 500 بيزو يعني حوالي $18 للي معاهم الأغطية اللي عليها رقم 349. قالت يعني إن دي بادرة على حسن النية من الشركة، وتوقعت إن ده هيتم قبوله من حوالي 500,000 شخص، وكانت التكلفة ساعتها هتبقى حوالي $9 مليون أمريكي. بس ناس كتير جدا من اللي معاه الأغطية رفضوا وعملوا تحالف سموه تحالف 349، ونظموا حملات عشان يعملوا مقاطعة لمنتجات بيبسي، وقعدوا يعملوا مظاهرات خارج مكاتب بيبسي في الفلبين. معظم الاحتجاجات كانت سلمية، بس فيه 3 من موظفين بيبسيكو في الفلبين اتقتلوا بقنبلة يدوية. في حد رماها في مستودع دافاو، واتقتلت أم وطفلها في مانيلا في 13 فبراير 1993 بقنبلة يدوية حد رماها برضه على شاحنة من بتاع بيبسي. والمسؤولين التنفيذيين في بيبسيكو الفلبين بقت تجيلهم اتصالات تهديد بالقتل، والناس بقت كل ما تشوف شاحنة البيبسي تهجم عليها وتفرغ العلب في الأرض ويحرقوا الشاحنة
وبوظوا البيبسي 37 شاحنه بالحموله اللي عليها، كانوا خدوا الجوائز ارخص. وفي ناس طلعت قالت بقى ان شركه بيبسيكو هي اللي بتعمل كده وبتجيب مرتزقه عشان يعملوا هجمات عليها عشان تصور المتظاهرين على انهم ارهابيين. لكن السيناتور جلوريا اوريو اقترحت ان الهجمات كانت من شركات تعبئه منافسه بتحاول الاستفاده من ضعف بيبسيكو الفلبين. وفي حوالي 22,000 شخص عملوا اجراءات قانونيه ضد شركه بيبسيكو، وتم تقديم حوالي 689 دعوه مدنيه و5200 شكوى جنائيه بتهمه الاحتيال والخداع. وفي 24 يونيو 1996 حكمت المحكمه الابتدائيه للمدعين بمبلغ 10,000 بيزو، يعني حوالي $380 لكل واحد قدم بلاغ. بس الاحكام دي ما عجبتش الناس واستأنفوا الحكم بتاع المحكمه الابتدائيه، ومحكمه الاستئناف حكمت للمدعين بتاريخ 3 يوليو سنه 2001 بمبلغ 30,000 بيزو، يعني حوالي $570 لكل واحد، بالاضافه بقى لاتعاب المحاماه اللي هتتحملها شركه بيبسيكو. بس الكلام ده ما عجبش شركه بيبسيكو وطعنت على حكم الاستئناف، والموضوع وصل للمحكمة العليا اللي حكمت في 2006 ان بيبسيكو الفلبين مش مسؤول عن اللي حصل في الأغطية، لان الأغطية ملهاش رمز امان ودي غلطة مطبعية مش اكتر، وبيبسيكو مش ملزمة تدفع كل ده عشان غلط مطبعة. وصحيح شركة بيبسيكو كسبت القضية ضد المدعين، بس خسرت السوق الفلبيني كله، والناس عملت مقاطعة تامة لكل منتجات الشركة، وكل ده حصل بسبب خطأ مطبعة. وبس كده خلص موضوعنا النهارده. اتمنى تدعموني باشتراك ولايك وكومنت حلو زيكم كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.